في الفيديو ده هنحل مسألة النهاردة من مسائل التحدي الشهري لموقع ليتكود. طيب المسألة بتقول ايه؟ بتقول ان انا هاخد ماتريكس ام في ان. تمام. طيب ايه الخصائص بتاعة الماتريكس دي؟ بيقول لي كل رو في الماتريكس عبارة عن ايه؟ مترتبة ترتيب ايه؟ نون ديكريسنج. طب يعني ايه نون ديكريسنج؟ تعال نشوف. نون ديكريسنج، ايه الفرق بين النون ديكريسنج والانكريسنج؟ الانكريسنج ده اللي احنا عارفينه الترتيب التصاعدي 1 2 3 على طول. طب النون ديكريسنج ايه هو بقى؟ ترتيب تصاعدي بس ايه؟ بس بيقبل التكرار. يعني ايه؟ يعني 1 و2 و3 الاتنين اتكررت عندي هنا مرتين وعادي. طيب ده اول خاصيه. طب تاني خاصيه بيقول لك ايه؟ فيرست انتجر من كل رقم. يعني ايه؟ كل رو اول عنصر فيها اكيد اكبر من العنصر اللي قبله. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي واقف عند العنصر رقم 10. تمام. ده هو اول عنصر في الرو دي. تمام. اكيد العشرة دي اكبر من ايه؟ من العنصر اللي قبله. من الرو اللي قبله واخر عنصر فيه. تمام. تمام. من الخاصية دي احنا ممكن نلاحظ حاجة كده بسهولة، اللي هو ايه؟ ان هو اهو هنا. مش معنى كده اللي انا اكبر من اللي جاب لي من الرو اللي جاب لي اخر واحد يبقى ايه؟ يبقى الاري بتاعتك لو احنا خدنا الارقام دي كلها وحطيناها في اري هتولد لك اري ايه؟ انكريزنج او نون ديكريزنج بالظبط. طيب ده هيفيدنا في ايه؟ خلينا نعرف بعدين. طيب هو بيقول لك بقى ايه؟ هيديك رقم تارجت. تمام. شوف لي هل الرقم ده موجود في الماتريكس ولا لا. هتقول لي سهله. هتقول لي ايه؟ هحلها لك برود فورس، همشي على كل الماتريكس وخلاص وعلى كده واشوف الموجود الرقم ولا لا. لكن بص هنا هيقول لك ايه؟ لازم السوليوشن بتاعتك تكون الكومبلكس بتاعها ايه؟ لوج ان في ام. تمام. تمام جدا. خليني بقى اقول لك هنت قبل ما ابدا الفكره والحل. فكر في الباينري سيرش. تمام. طيب دلوقتي بقى احنا هنفكر ازاي هنحل المسألة. احنا اتفقنا اللي هو كده ايه؟ ان الارقام كلها هتكون ايه؟ increasing. تمام. والاهم من ده كله اللي كل رو عندي اللي هو ايه؟ non decreasing او خلينا نقول increasing يعني الاسهل increasing. تمام. طيب الباينري سيرش اللي احنا عارفينه بيتطبق على ايه؟ بالظبط بيتطبق على array 1D. تمام. تمام. لكن انت دلوقتي المسألة عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2D. طب انا عاوز اوضح لك حاجة مهمة جدا. ال 2D دي ال 2D اي ماتريكس 2D هي ما هي الا عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية 1D تحت بعضيهم 1D تحت بعضيهم. يعني ايه؟ اهو دي 1D 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 حطيناهم تحت بعضيهم اتكونت لي ايه؟ ماتريكس 2D او array 2D وهكذا. وهو من اسمها 2D يعني شوية 1D تحت بعضيهم. تمام. وممكن دي فيكسد ويدز. يعني ايه؟ كل العناصر اللي فيها ايه من نفس كل الاري اللي فيها من نفس ايه؟ نفس السايز. لكن ممكن اديك فاريبل ويدز زي ايه؟ مثلا اري بالشكل ده كده وتاني اري اقل منها في الويدز بتاعها وهكذا. تمام. ده يعني كمعلومة. طيب من خلال المعلومة دي انا هقدر بكل سهولة احل المسألة. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا الباينري سيرش اللي احنا عارفينه اللي هو هيطبق على 1 دي. تمام. طيب ايه رأيك احنا هنقسم المسألة لجزئين. اول جزء اللي انا اعرف اشوف هل الرقم ده موجود في انهي ايه؟ في انهي رو. هتقول لي ازاي اشوف الرقم موجود في انهي رو والرقم اصلا ممكن ما يكونش موجود؟ هقول لك حاجة. مش هو احنا اتفقنا اللي كل رقم اكيد اكبر من الرقم اللي قبله؟ يبقى ده اكيد اقل من ده. تمام. يبقى معنى كده ايه؟ في الرو دي كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة فيها الارقام ايه هي؟ الارقام من اول 10 لحد ايه؟ لحد 20. صح كده؟ صح كده. طيب يبقى انا هدور اشوف الرقم بتاعي ده ممكن يكون موجود في انهي رو. يبقى كده ايه؟ اول باينري سيرش. تمام. اول لما هتاكد ان الرقم ده موجود في الرو معينه دي هبدا بقى اشوف الباينري سيرش البيزك العاديه بقى ايه هي؟ هل هي موجود فيها الرقم ولا لا؟ يعني مثلا احنا بنتارجت على الرقم مين؟ 13. تمام. ال 13 اكيد موجود فين؟ اكيد موجود في الرو دي او الفيكتور دي. اكيد موجود في الرو دي او الفيكتور دي. تمام. وصلت انت للفيكتور ده؟ طب باجي اشوف لل 13 موجوده في الارقام دي ولا لا. بس وبكل سهوله كده ادي ايه؟ الحل. طيب احنا عاوزين نعرف برضو كمان حاجه تاني قبل ما نروح للكود. طب ازاي انا هعرف في انهي رو؟ ازاي هعرف اتشيك بين انهي رو؟
فلنفترض مثلا اللي انا برضو بدور على الرقم ايه 13. لما اجي امسك الرو دي همسك اول عنصر فيها واخر عنصر فيها. اول عنصر اللي فيها اكبر من ال 13 صح، فمعنى كده اكيد اخر عنصر فيها اكبر من ال 13، فخلاص يبقى الرو دي اكيد ايه مش معايا. طيب لو مسكت الرقم الرو دي تمام، اخر عنصر فيها كام 7، طب السبعة ده بالنسبة لل 13 اقل من ال 13، ومعنى كده اللي هو اول عنصر فيها برضو ايه اقل عشان هي ايه نون ديكريزنج. طب لكن لو مسكنا الرو دي ايه اللي هيحصل فيها؟ العشرة دي اقل من ال 13 تمام، بس ال 20 اكبر من ال 13. بس في حاجة تاني، ممكن يكون ايه اول عنصر بدأ بايه بال 13، او انا مثلا ببحث عن التارجت بتاعي ب 10، فهو ممكن يكون ايه اول رقم عادي خالص، او ممكن برضو يكون ايه ببحث عن ال 20، فممكن يكون ايه اخر رقم. تمام تمام جدا. فكده احنا عرفنا الفكرة بكل سهولة. هنبدأ بقى نكتب الكود. طيب دلوقتي هبدأ اكتب الكود. طيب هو هنا هاخد ايه، هاخد ماتريكس 2 دي. طيب يبقى نحدد الماتريكس السايز بتاعه ماتريكس 2 دي. طيب اللي هو ده تمام. هبدأ بقى ادخل السايز، هقول له هنا الفيكتور هتساوي ايه، هنغير السايز بقى بتاع اللي فوق اللي انا معرفه عشان مكنتش مديله سايز. طيب وهنا هتبقى ايه الام. طيب هبدأ بقى اخده في السي ان او2 اي تي للفي، بعديها او2 اي اس للاي تي، ودخل لي الايه الاي اس. كده احنا دخلنا ايه الماتريكس. تمام كده قاعد لي ايه هاخد التارجت. تمام جدا، يبقى احنا نعرف التارجت برضو جلوبال، هنقول له هنا ايه التارجت. تمام وكده هندخل بقى ايه التارجت. طيب هنبدا، احنا اتفقنا ان احنا اول حاجه هنعملها ايه باينري سيرش بالظبط على الرو، باينري سيرش على الرو. تمام جدا. طيب يبقى هيكون الليفت بتاعتك ايه صفر، والرايت ايه هو ان ناقص واحد اللي هو بترمز للرو. طيب هندخل بقى في الباينري سيرش بتاعنا، باينري سيرش عادي. هنا هنقول له الميد بقى ال زائد الار. تمام تمام جدا. بقى هنا انا هعمل ايه اهو، انا هشوف انهي رو من الكلام ده كله. تمام وزي ما اتفقنا الخصائص بتاعتي ايه كل رو هتبقى ماشيه ازاي. طب يبقى انا محتاج ايه بالظبط، محتاج فانكشن تبعت لها الرو بتاعتك. يبقى هنقول له هنا كان مثلا هبعت لك ايه، هبعت لك الرو. تمام تمام جدا. شوف لي بقى، احنا هنمشي على على كل رو اللي هو ايه الفيرست بتاعك الفيرست، وعندك ايه اللاست. تمام الفيرست اللي هو هيساوي مين، اللي هو الرو قصدي الفيكتور اوف الرو اللي انت بعته ضد ايه الفرونت بالظبط. والباك هتساوي ايه، احنا كاتبين فيرست ولاست او الباك ماشي، الفي اوف ايه الرو ضد الباك. تمام. طيب هقول له ايه لو التارجت بتاعي التارجت اكبر من الفيرست، وكمان التارجت اكبر من الباك، يبقى ايه، يبقى انت كده فين، انت كده هنا. التارجت لا التارجت اكبر من الفيرست واكبر من الباك، يبقى إيه؟ انت ايه فوق. يبقى هنا محتاج مثلا هنقول ايه ريتيرن واحد. تمام احنا هنا مثلا لو كان اكبر يبقى هنريتيرن واحد، لو كان اقل يعني لو هنا هنريتيرن 3، ولو هو الانسر هنريتيرن مين هنريتيرن 2. طيب ده اللي هو ايه اللي فوق. طيب اللي تحت بقى هيكون ايه العكس. تمام العناصر اللي فيها ايه اكبر من هنريتيرن ايه بالظبط 3، غير كده هنريتيرن مين يبقى كده ايه الانسر. خلينا برضو اكتبها لك، اللي هتكون ايه هتكون هتكون اكبر من او تساوي الفيرست، والانسر بقى هتكون ايه اقل من او تساوي الباك، هنريتيرن مين 2. تمام تمام جدا. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه الكان بتاعتي، يبقى هنقول له الانسر الكان كان لمين للميد. تمام لو الانسر بتاعتك دي هتساوي 2 يبقى كده ايه كده انا وصلت للرو. طيب لو
خلينا نفكسلها دلوقتي ونكتبها بعدين. لو الانسر هتساوي الواحد يبقى انت ايه فوق، يبقى محتاج ايه تنزل تحت، يبقى المد زائد واحد. تمام، يبقى الالس بقى ايه انت في تحت عاوز تطلع فوق، مد ناقص واحد. تمام. طب انت كده وصلت ايه للرو نفسه، يبقى محتاج تعمل ايه باينري سيرش تاني. يبقى نقول له هنا نعمل ايه بالظبط، نعمل فانكشن جديده نبعت لها مين، نبعت لها المد. تمام. تمام جدا. هنعمل ايه مثلا بوليان باينري سيرش، هنبعت لها مين، هنبعت لها الرو. تمام. هنا بقى ايه هناخد فيكتور العادي اللي هو الباينري سيرش الستاندر، خلينا نستقبلها مثلا هنا. نقول له مثلا ريزلت هتساوي مين، هتساوي الفيكتور اوف الرو بالظبط. بعد كده هنمشي على الباينري سيرش العاديه تساوي وادي الريزلت دوت السايز. تمام. باينري سيرش عاديه خالص اللي على الار، وهنا الميد هتساوي ال زائد الار على الاتنين. لو الريزلت بتاعتك دي اوف الميد تساوي التارجت، يبقى ساعتها ايه ريتيرن ايه ترو بالظبط. طيب لو الانسر دو بتاعك بيجي اكبر من التارجت، يبقى انت ايه في المكان اللي هو على اليمين، يبقى محتاج ترجع ايه ترجع ورا. يبقى نقول الميد ناقص واحد الار، غير كده انت ايه في المكان الليفت، يبقى ايه ميد زائد واحد. لو حصل ولفيت الدايره دي كلها وما اتحققتش، يبقى معنى كده ايه ما لقيتش الرقم، يبقى تحت عاوز تعمل ايه return false. تمام. تمام جدا. يبقى هنا هنقول له ايه سي اوت الباينري سيرش. طيب هقول لك تيست مش زي ما انا قلت فوق، لو انت قعدت تلف اللوب دي وما اتحققتش، يبقى تحت هتطبع ريتيرن فولس بالظبط. يبقى هنا هتعمل ايه نفس الكونسبت، اللي هو لو قعدت تلف الباينري سيرش ده والكونديشن ده ما اتحققش، يبقى تحت هتعمل له ايه ريتيرن فولس. بس هنا يعني ايه سي اوت. تمام. تمام. اللي هو التست زي ايه هقول لك انا تست زي ايه. تست زي ده 1 2 3 4 5، والتارجت بتاعتك ايه 5. انت قعدت مشيت على الرو ده ما لقيتش، فمشيت على الرو ده ما لقيتش، فانت كده عمر الكونديشن ده ايه ما اتحقق. تمام. لكن هو ممكن يتحقق ازاي برضه اطبع فولس، اللي هو ماشي على الكولوم ده كله وما لقيش الرقم اللي هو ايه اللي هو عاوزه. طيب دلوقتي هنعمل ايه، هناخد الكود ده. خلينا برضه اجرب لك هنا على الفيجوال، نجرب التستات. هنا اول تيست في الاكزامبل هيكون ايه ترو اللي هو واحد. ده جاب طب ليه جاب كده دخل في انفينيتي. هنا المفروض نعمل له ايه نقول له ريتيرن وقف. انت لقيت الناتج ما تكملش ريتيرن صفر. لقيت الناتج يبقى متوقف، وقف على طول. الفانكشن دي او اللوب دي هتقف متى، هتقعد تتحقق على طول ولا هتقف؟ لازم تقف. طيب واحد هنا المفروض دي تاني تيست هيبقى صفر. تمام. والتيست اللي احنا عرفناه ده مع بعض هيكون ايه برضه صفر او الفولس، عشان احنا كاتبين تحت ايه فولس. هنبدأ دلوقتي نرفع الكود على الموقع زي ما اتفقنا في الفيديو اللي حلنا فيه ازاي نرفع على الموقع واحنا ما بنعرفش في الاو بي. هنعمل ايه كل المين هاخدها احطها في الفانكشن بتاعت الريزلت. تمام. مع طبعا هحوش السي ان، واي حاجه فوق المين هحطها ايه فوق فانكشن الريزلت، فوق فانكشن الاجابه يعني بتاعت الكلاس. تمام. هبدا تحت بقى اعمل ايه اشيل كل السي ان. تمام. واكيد هستبدلها بحاجه. الفيكتور بتاعي احنا اتفقنا اللي هو هيكون مين، اللي هو هيكون الماتريكس. تمام. يبقى محتاج انك انت كمان تشيل السي ان هنا. والتارجت احنا ايه واخدينها. طب التارجت احنا هنا عاملين جلوبال وهو نفس اللوكال، احنا محتاجين نغير. نقول له التارجت هنا خلينا احنا نغير الاسم بتاعه، هو نخليه بالتي مثلا، واسمنا احنا هو تارجت. تمام. طيب الان هي الان اللي هو الفيكتور دوت السايز اللي هو هتديني مين، هتديني عدد الرو. تمام. طب الويتس اللي هو ايه اي بقى هنا ايه اي رو عندك، اي رو. مش احنا اتفقنا اللي هو الرو ده هو فيكتور اوف 1 دي، يبقى مثلا ايه
صفر ضد السايز. تمام، تمام جدا. سيمي كولون. طبعا هنا الإجابة ايه؟ لازم تكون ريتيرن. بدل السي اوت هنا هنقول له ايه؟ ريتيرن. وكده كده هيرجع دوا البي اس دوا اللي هو الباينري سيرش، هترجع ايه؟ بوليان، وهو عاوز البوليان. تمام. طيب تحت هتكون ايه؟ ريتيرن بقى ايه؟ فولس بدل سي اوت فولس. نبدأ بقى نسبمت. كومبليشن سطر 28. ايه اللي حصل؟ تمام جدا. طيب الفانكشن دي فانكشن كان ايه اللي حصل فيها؟ بيقول لك فيها رونج. طب ليه؟ لانك انت هنا حددت له شويه كونديشنات، فلنفترض مثلا هو بس الكونديشنات دي طبقا للمساله هيتحققوا. تمام. لكن انت فلنفترض مثلا انت بتكتب كود صح، فانت فلنفترض ممكن ولا كونديشن من دول يتحققوا، يبقى الفانكشن كده مش هترجع حاجه. لا، يبقى لازم ترجع حاجه. يبقى مثلا هنا هنقول له، يبقى هنا هنقول له ايه؟ هنقول له ريتيرن اي حاجه بس عشان الكتابه بتاعتنا تبقى صحيحه. ريتيرن مثلا ماينس واحد. وهنجرب بقى نسبمت، وهنشوف بقى الكود هيجيب ايه. اهو الكود جاب اكسبتد. بالتوفيق.